السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هكلمكم على المدارس اللي بعد تالتة اعدادي. واول حاجة طبعا مبروك لكل طلبة الشهادة الاعدادية، وايا كان مجموعك ما تزعلش، ده ربنا اختارهولك وده نصيبك، ولسه قدامك فرص كتير تعوض فيها باذن الله وتبقى احسن وانجح. النهارده طبعا هقول لكم على كذا مدرسة كده بديلة للثانوية العامة. لو انت مش عايز تخش ثانوية عامة، في ليها طبعا بدائل كتير. طيب نبدأ بأول مدرسة معانا، وهي مدارس التمريض. مدارس التمريض دي يا جماعة بتبقى بنين وبنات، والخريجين بتوعها بيبقوا مطلوبين في مستشفيات كتير وإن هم يروحوا يشتغلوا فيها إذا كان خاص أو حكومة، وليها مستقبل مضمون إن شاء الله. وطبعا المدارس دي بتبقى ليها اختبارات. تاني مدارس معايا وهي مدارس التكنولوجيا العليا، ودي بيبقى فيها تخصصات كتير وحديثة زي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوت. تالت مدارس معايا وهي مدارس القوات المسلحة، بتتيح فرص العمل في مجال الطيران أو البحرية، وفيها إقامة والتأهيل للشغل طبعا. ومدارس الإنتاج العالمي، وتبقى لو انتوا مثلا بتحبوا تشتغلوا في الإعلام والحاجات دي والتصوير والإخراج والمونتاج والصحافة والإذاعة. ومعانا كمان معاهد الفنية المتوسطة زي معهد فن صحي ومعهد فني للتمريض وفني صناعة، ودي مدة الدراسة بتبقى 2 وبتؤهل لسوق العمل على طول. المدارس اللي بعد كده وهي مدارس وي للتكنولوجيا، طبعا كلنا سمعنا عنها في الفترة الأخيرة، ودي بتكون تابعة لشركة وي المصرية للاتصالات، وبتركز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات كمان. وطبعا بيبقى بعدها كليات، وتكمل دراستك بقى في الكلية، ولو بتبقى حابب بتشتغل. والمدارس اللي بعد كده معايا مدارس التشييد والبناء، وبتركز على المعمار والإنشاء والبناء والتصميم الهندسي، ولها مستقبل في شركات المقاولات والهندسة. معانا كمان مدارس النقل والسكة الحديد، دي بتركز على صيانة وتشغيل القطارات ومترو الأنفاق، وفيها طبعا تعيين كويس جدا في هيئة السكة الحديد والنقل. معايا كمان مدارس الرياضة، ودي بتكون بنين وبنات، دي للموهوبين في الرياضة زي الأكاديمية الرياضية أو المدارس الرياضية العسكرية، وبتأهلك لاحتراف رياضي أو شغل في مجال التربية البدنية. كده خلصنا المدارس اللي معانا، ودي بتكون بديلة للثانوية العامة أو بعد الإعدادية. بعد الشهادة الإعدادية طبعا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو.